السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا قمر، عامل ايه؟ بيقول لك مرة واحد كان عنده قضية مستعصية جدا. المهم عارف ان في محامي ما بيقبلش غير قضايا كسبانة بس. اي قضية كسبانة بيقبلها، القضية الخسرانة بيرجع ورقها، ملوش دعوة بيها. جاب رقم تليفونه، عارف عنوان المكتب، راح المكتب حط الورق قدام المحامي. المحامي قال له ما تكلمنيش كتير، لو سمحت سيب لي الورق 3-4 ايام هذاكره، لقيت القضية دي كسبانة هكلمك في التليفون تعملي توكيل، شكرا اتفضل. المهم الراجل مشي، يوم التاني التالت الرابع، سمعت التليفون بترن. الو يا حبيبي، قضيتك كسبانة كسبانة، اعتبر نفسك براءة، اعمل لي بس توكيل الصبح. روح البيت في قمة السعادة، مراته شافته، مالك شكلك مبسوط كده ليه؟ قال لا لا خلاص اعتبريني براءة. قالت له ايه ده، المحامي وافق؟ قال لا براءة. قالت له طب انت عرفت هو هيعمل ايه؟ لا 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 لا، انا مالي، ده هو المحامي، طالما هو المحامي يبقى هو عارف هو بيعمل ايه، انا ماليش دعوه. انت بس خش اعمل لنا الغدا وحاجه حلوه نحل بيها وكوبايه كركديه تنزل لنا الضغط العصبي اللي احنا كنا فيه بقالنا كام يوم ده. الراجل ده مصدق جدا 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 ان المحامي هيطلع لنا قضيه براءه. انت عارف ليه؟ عشان المحامي نفسه هو اللي هيترافع. المحامي ده خبره، بيذاكر كويس قوي، كلامه حلو قوي، قديم محامي مخضرم يعني. بس الراجل نسي حاجه واحده بس، ان المحامي ده بشر زيه وزيي، فممكن يغلط، ممكن ينسى، ممكن يعيا وما يجيش الصبح، ممكن يموت وما يجيش خالص. فمعلش، هو جايب الثقه دي منين؟ انا وانت جايبين الثقه ان كل حاجه هتتحل لو انا اعتمدت على اي حد تاني غير ربنا. ازاي؟ فلو انا يقيني على الاسباب فاعرف كويس قوي ده انا محتاج اقول لنفسي معلش. بس هتفرج لو كان يقيني زي يقين سيدنا ابراهيم وهو بيترمي في النار اللي ولعوا عليها 40 يوم، كانت الطيور لما تعدي من فوق النار تتحرق. سيدنا جبريل عليه السلام يجي لسيدنا ابراهيم عليه السلام وهو بيترمي في النار وهو في الهواء يقول له ألك حاجة؟ بالله عليك لو انا وانت في الموقف ده وبنطير في الهواء هنخش جوه النار، وجالي سيدنا جبريل قال لي ألك حاجه، هقول له ايه؟ نفسي طفي لي النار، هات لي يمين هات لي شمال، نزلني في اي حته، هفكر بقى لنفسي وافكر اعمل ايه. لكن سيدنا ابراهيم عليه السلام ما عملش كده. سيدنا ابراهيم عليه السلام قال له كده، اما منك فلا، انا مش عايز منك حاجه، انت ما بتعرفش تعمل حاجه غير بامر ربنا سبحانه وتعالى. اما منك فلا ولكن حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا سبحانه وتعالى هو حسبي ووكيلي، انا موكل ربنا سبحانه وتعالى في حياتي. فربنا سبحانه وتعالى يقول للنار كده كوني بردا وسلاما على ابراهيم. فالقيود، الرباط والحبال اللي مربوط بيها سيدنا ابراهيم عليه السلام تتحرق. شعر ايده لا. بنت النمرود واقفه بره تشوف سيدنا ابراهيم قاعد جوه ما بيحصلوش حاجه، فتقول نعم الرب رب ابراهيم. هو ده اليقين اللي المفروض يبقى في حياتي وفي حياتك. بس تعال اقول لك مثال على اليقين اللي احنا ساعات بنقع فيه. ساعات اقول لربنا سبحانه وتعالى يا رب انا عايز فلوس، فلو بقى تشغلني الشغلانه الفلانيه او ابيع الشيء الفلاني عشان اجيب بيه الحاجه اللي انا عايزها، وبعدين بقيه الفلوس اعمل بيها حاجه تانية. هو ده اليقين اللي عندي وعندك. حضرتك اليقين ده ما يخليش حاجه تفرج، والله حياتنا تبوظ، لان انا فاكر ان انا فاهم المفروض اعمل ايه، فاكر ان انا فاهم كل حاجه بقى، فانا بقى اللي همشيها. لكن اللي انا مش فاهمه ان الله سبحانه وتعالى هو الفاعل الوحيد في الكون. فربنا سبحانه وتعالى يقول لك كده في القرآن والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. ربنا بتاع زمان هو ربنا بتاع دلوقتي. ربنا اللي نجى سيدنا ابراهيم من النار هو اللي ينجيني دلوقتي، هو اللي يحل لي كل مشاكلي دلوقتي، هو اللي ياكلني ويشربني من غير ما اطلب. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعلمني ويعلمك كده، يقول لك لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو انا وكلت ربنا سبحانه وتعالى بجد في حياتي وصدقت ان هو الفعال الوحيد في الكون سبحانه وتعالى، اعيش كاني بالظبط زي الطير. الطيور بتطلع الصبح بطنها فاضيه وترجع بطنها مليانه قد كده، كلت منين شربت منين كله على الله سبحانه وتعالى. هو ده التوكل بجد. والتوكل مش هيجي غير لو انا مصدق في ربنا بجد، ان هو اللي بيعمل كل حاجه بجد، هو اللي في ايده كل حاجه بجد. النار ما تحرقش غير بامر من ربنا سبحانه وتعالى، والسكينه ما تذبحش غير بامر ربنا سبحانه وتعالى. وكل المشاكل تتحل لما اعرف ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحلها، مش حد تاني، مش مديري، مش صاحبي، مش الكارت، مش الواسطه. دي اهم حاجه المفروض تاخد بالك منها، وانا اخد بالي منها، وكلنا ناخد بالنا منها. عارف ليه؟ ربنا بتاع زمان هو ربنا بتاع دلوقتي، ما اتغيرش. عارف ايه اللي اتغير؟ يقيننا اللي اتغير. انا بحبك في الله، وادي الفيديو ده لناس تانية كتير، خليها تتاكد تاني يقينها شكله عامل ازاي، عشان لو يقيننا
غير يقين سيدنا ابراهيم، صدقني احتمال مش هتفرج. عايزه تفرج؟ ودي الفيديو لناس تانية. السلام عليكم يا قمر.